هيدي المغارة عمرها أكثر من 120 مليون سنة، واكتشفوا فيها آثار لكائنات حية بتعود لآلاف السنين. المكان عبارة عن منتجع بالساحة الخارجية، في مطعم وكافيتيريا مع فيو خرافي، وفي برج عاملينه على شكل شجرة بتطلع عليه وبتشوف كل المشهد من فوق، غير أماكن التصوير المميزة خاصة الجسر المعلق بالهواء. هيدا الجسر بيربط بلدتين مع بعض، بتقدر تتمشى عليه وتشوف المناظر تحتك والخضار والجبال بالمنطقة. التذكرة سعرها بحدود $9، بتشمل 3 نشاطات. أول شي المشي على الجسرين المعلقين بالهواء، 2 النزول بالميني ترين على المغارة، والدخول لجوا. هلا أول ما بتنزل بالترين بتبلش تحس حالك رايح لعالم تاني، خصوصا مع أجواء الشجر والخضار والجبال اللي حواليك. وبس توصل وتفوت لجوا رح تكتشف مغارة مليانة تكوينات صخرية وأشكال متنوعة. في صخرة على شكل راس تمساح، كمان في صخرة بتشبه راس الثور مع دينته، وحتى عاملين مجسم لدب كتذكار لأن اكتشفوا فك دب مع عظامه. وفي مكان السقف نازل منه حجارة عم تلمع مثل الكريستال، وأماكن تانية عم ينبت فيها حشيش أو طحالب. يعني كل ما تمشي أكتر كل ما يختلف الشكل وتتفاجأ بتكوين جديد. للملاحظة المغارة واسعة بس في ممرات ضيقة بتعطي جو مغامرة. الأرض شوي رطبة والضوء خافت لأن الإنارة موزعة بعيدة لتعطي هيبة وسكون. حتى المغارة ما في أي تيارات هواء ولا ضجيج، يعني الصمت كامل بيخليك تحس قديش المكان مهيب. الخلاصة مغارة الزحلان مش بس موقع، هي متحف طبيعي أثري وسياحي بيستحق التجربة والزيارة.